مصر مشهورة بمعابدها في الأقصر وأسوان ومدريد وهولندا. مدريد وهولندا؟ أيوة، وإيطاليا ونيويورك كمان. عايز تعرف قصة المعابد اللي سافرت من مصر بشكل رسمي وباسبور كمان؟ خليك معايا. في ناس بتسافر بره تكمل تعليمها، وفي معابد بتسافر بره تكمل حياتها. القصة كانت في الستينات، وبالتحديد في النوبة. أما الحلم كان بنى السد العالي. السد وقتها كان مشروع القرن، بس هنعمل إيه في المية اللي هتتخزن وراه؟ وكانت هتغرق آثار النوبة، ومعابد كاملة هتتحول لحوض سباحة أو سمك. يعني حرفيا معبد فيلة ده كان هيبقى فيلة عايمة، وأبو سمبل ما كانش هيبقى أبو حد أصلا. طلعت علينا الأمم المتحدة وقتها وقالت لنا الآثار دي مش بتاعت مصر لوحدها، دي بتاعت التاريخ والإنسانية أجمعين. وقررت وقتها تعمل حملة إنقاذ عالمية. دول كتير شاركت فيها زي أمريكا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا. بصراحة كله جه وساعد. وقتها كان الرئيس جمال عبد الناصر شاف قد إيه الناس دي تعبت معانا، فقال لك ينفع كده نروحهم بلدهم من غير الشاي بتاعهم؟ ده احنا أهل كرم ونفهم في الواجب. فأهدى كل دولة مش كيس شاي، لأ، معبد هدية، والنبي قبل الهدية. عندك مثلا أمريكا أخدت معبد طنطور وحطوه في قلبهم، قصدي قلب متحف المتروبوليتان يمينك كده في نيويورك. ودلوقتي عقبال عندك بيتعمل فيه أفراح وحفلات. حرفيا كده المصريين القدماء بيحضروا أفراح في منهاتن. أما أسبانيا فخدت معبد طنطور وحطوه في وسط مدريد، والناس هناك بتروح تشرب القهوة وتتفرج على الغروب اللي يرد الروح. حرفيا كده غروب بروح فرعونية. أما إيطاليا فخدت معبد إليسي وحطوه جوه متحف تورين، عايش حياته الصراحة مع البيتزا. أما هولندا خدت معبد طرف في متحف ليدن جنب الطواحين والجبنة. المصريين وقتها كانوا متضايقين على الآخر، وقال لك إزاي نفرط في تراثنا بالشكل ده. بس وقتها الرئيس جمال عبد الناصر كان شايف إن هي صفقة مربحة جدا وعادلة كمان. ساعدتونا تنقذوا آثارنا، خدوا معبد من اللي هيغرق أهو بدل ما يختفي للأبد. وعلى قد ما هتزعل وقلبك هيتقبض كده وانت شايف معبدك في نيويورك، هتلاقي أمريكي واقف جنبك بيقولك المصريين دول قد إيه كانوا جامدين. إحنا لسه كده ولسه عندنا أكتر كمان. المعابد دي مش بس أحجار، دي شهادة حية إن حضارتنا لسه عايشة ووصلت للعالم كله كمان. حتى لو بره حدودنا عمرها ما هتخرج من هويتنا. ده التاريخ ما اتحكاش، بس إحنا هنحكي.